نكمل مع بعض. speaking التحدث expressing opinions about screen time and its impact on daily life. هنعبر عن أفكارنا وآرائنا حول موضوع مهم جدا وهو إيه؟ وقت تعرض للشاشة وأثره على الحياة اليومية. السؤال وإجابة يعني What is screen time؟ يعني إيه وقت تعرض للشاشة؟ It's amount of time person spends looking at digital screens. دي كمية الوقت اللي الشخص بيتعرض ليها لشاشات ونظر لشاشات مختلف أنواعها. How many hours do you spend on screens every day؟ كم عدد الساعات اللي أنت بتقضيها يوميا قصاد الشاشات ديت. I spend 2 to 3 hours on screens every day. بقضي حوالي من 2 ل 3 ساعات يوميا قدام الشاشات. Do you think it's good to spend much time on screens؟ هل تعتقد ان ايه دي حاجة كويسة لو احنا قضينا معظم وقتنا قدام الشاشات؟ No, it is not good because it can affect our health. لا طبعا عشان ممكن يأثر على الصحة بالسلب. Why is it important to limit screen time؟ ليه دي حاجة مهمة اننا نحاول نقلل وقت تعرض الشاشة؟ Limiting screen time helps protect our health and allows time for other healthy activities. تقليل تعرضنا للشاشات بجميع انواعها دي بتساعدنا ان احنا نحمي صحتنا وبتسمح لينا ان احنا نمارس انشطه اخرى صحيه. What are some healthy activities to balance screen use؟ ايه هي الحاجات الصحيه والانشطه الصحيه اللي ممكن نعملها عشان نوازن بيها استخدام الشاشات؟ Health activities include playing sports نلعب رياضه، reading books نقرا كتب، spending time with family and friends نقضي وقت مع عائلتنا ومع اصدقائنا. Can screen time be useful sometimes and how؟ هل ممكن تعرض الشاشات دوت يكون مفيد بعض الاحيان وكيف؟ Yes نعم screen time can be useful for learning and communication. ممكن يكون مفيد جدا لو احنا بنتعلم حاجة معينة، مهارة معينة أو تواصل بشكل عام. في حد مثلا اللي احنا بنتكلم معاه بعيد مثلا عننا وهو الوسيلة الوحيدة هي شاشة، سواء مثلا تليفون أو مثلا لابتوب كمبيوتر أي حاجة من الحاجات دي. فساعتها الموضوع عادي بيبقى متاح ساعتها بقى وعادي يعني مش مشكلة خالص يعني. بعد كده بيتكلم عن talking about smart habits for Egypt's smart future. بنتكلم عن العادات الذكية لمستقبل مصر الذكي. Are there smart cities in Egypt؟ نعم. Egypt is building smart cities like the new administrative capital مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وفي برضه حاجة اسمها نيو عالمين. تمام. Is using technology for learning important؟ هل استخدام التكنولوجيا دي شيء مهم جدا في التعلم؟ Yes, using technology for learning is important because it helps students understand better. بمعنى استخدام التكنولوجيا في التعليم دي شيء مهم جدا لأنه بيساعد الطلاب إنهم يفهموا بطريقة أفضل. What great projects are there in Egypt now؟ ايه هي المشاريع العملاقة الموجودة في مصر حاليا؟ There are many giant projects such as the monorail and العلمين. في مشاريع عملاقة جدا زي دلوقتي المونوريل ومدينة العلمين. Why do you think building new modern roads is important؟ تفتكر بناء المدن أو الطرق الحديثة جديدة دي شيء مهم. Because it reduces traffic and saves time. لأن طبعا بيقلل المواصلات والزحمة وبيوفر وقت. What is a smart habit that can help Egypt's future؟ ايه هي العادة الذكية تمام كده ممكن في مستقبل مصر؟ It is using technology wisely and focusing on learning. ان احنا نستخدم التكنولوجيا بحكمة ونركز اكتر على على التعلم بشكل عام. دي لوك ما بين سارة ومنى. سارة بتقول بقى سارة spends too much time on her tablet. سارة بتقضي وقت كبير جدا على التابلت بتاعها. Do you think I spend too much time on my tablet؟ Maybe a little. How many hours do you use it؟ فهتلاقي بعدها 5 ساعات فتبقى 5 hours. I spent 5 hours. تمام 5 hours 5 ساعات بصيغة تعجب كده 5 ساعات كاملين على بعضهم. مثلا ممكن مثلا What do you do؟ بتعملي بالظبط 5 ساعات دول. I play games and watch videos on it. بلعب ألعاب وبشاهد فيديوهات على على التابلت بتاعي. Do your eyes get tired؟ هل عينيك توجعك؟ Yes. They do. What should I do؟ طب أعمل Breaks are great. يبقى هو تلاقي هنا take breaks.
فوزي استراحات. breaks are great. الصراحة ديت ايه شيء عظيم جدا. فسألت سؤال تاني قلت لها I read books and go for walks with my dad. انا بقرأ كتب وبروح اتمشى مع ايه مع والدي. فمثلا ايه what do you do؟ what do you do؟ طب انت ذات نفسك بتعمل ايه بقى؟ او what about you؟ انت بتعمل ايه؟ الديالوج كمان مرة ملوش اجابة موحدة، كل الاجابات صالحة بس يكون ايه ليها علاقة بالموضوع اللي هنتكلم عنه. تمام؟ بعد كده علي is asking يوسف about smart cities in Egypt. علي بيسأل يوسف عن المدن الذكية الموجودة في مصر. علي ويوسف. علي بيقول have you heard about a smart city in Egypt؟ هل سمعت قبل كده عن مدينة ذكية موجودة في مصر؟ yes I have. نعم. سأل سؤال it is the new administrative capital. مش عارف معلقة العالمين ليه. طيب it is the new administrative capital يعني انها عاصمة إدارية جديدة. هنقول مثلا ايه what ماذا تكون. what it is هتبقى what is it تقديم متأخير. it is the new administrative capital. what makes a city smart اللي بيخلي المدينة ذكية. تمام كده. it uses انها بتستخدم technology بتستخدم التكنولوجيا. طب اشمعنى اخترت التكنولوجيا بالتحديد؟ لان هو اللي تحت ايه with technology which technology can you give me an example. اي نوع من انواع التكنولوجيا ممكن تجيب لي مثال؟ اكيد طبعا. قال له هنا تكملته like smart traffic lights and clean energy. هقول له طبعا ايه بالطبع اكيد بالطبع of course. هقول لك طبعا امثله مثل استخدام smart traffic lights اشارات المرور الذكيه والطاقه النظيفه. بعد كده سأل سؤال yes people can live and work more easily. هتبقى people can هتبقى can you ونكمل بقى جمله عادي. can people live and work more easily؟ yes. تمام. بعد كده احنا بنتكلم عن جزء writing الكتابه. بالنسبه للكتابه how to write about screen time. ازاي نكتب عن موضوع وقت الشاشات او وقت تعرض للشاشات. what is screen time يعني اصلا تعرض للشاشات. screen time means using phones tablets or computers. يعني وقت الشاشه هو الوقت اللي احنا بنستخدم فيه التليفونات screens. الأطفال في العادة بتعمل إيه لما يكون قدام الشاشات؟ Many kids play games or watch videos on screens. العديد من الأطفال بيلعبوا طبعا ألعاب ويشاهدوا فيديوهات قدام الشاشات. Can screen times be useful؟ هل تعرض الشاشات ده شيء مهم جدا شيء مفيد؟ how كيف؟ sometimes أحيانا ممكن يكون تعرض الشاشات دوت إيه؟ use screens to study learn or learn new things أو ممكن تتعلم حاجة جديدة. what are some bad effects of too much screen time؟ إيه هي الآثار السيئة والسلبية للتعرض لمزيد من الإيه؟ من الشاشات. يكون مثلا تعرضنا معظم الوقت للشاشات. using screen too much can hurt our eyes and make us feel tired. يعني استخدام الشاشات لفترة طويلة جدا ممكن يأذي عينينا ويخلينا ايه نحس بالإرهاق والتعب على طول. How can children balance screen time with other activities؟ ازاي الأطفال يقدروا يوازنوا وقت الشاشة بالأنشطة الأخرى؟ Children can read books or draw to have fun without screens. الأطفال ممكن يقروا كتب أو حتى يرسموا عشان يقضوا وقت ممتع بدون الشاشات. What is a smart way to use screen every day؟ ايه هي الطريقة المتطورة والذكية لاستخدام الشاشات كل يوم؟ ممكن يقول مثلا we should take breaks and play outside too. ممكن ناخد استراحة تمام كده ما نبقاش مثلا ساعتين وثلاث ساعات ايه متواصلة قدام الشاشة. تمام كده ناخد استراحة ما بين ايه نص ساعة او مثلا 40 دقيقة او ولا حاجة او يعني كل ساعة على الأقل. تمام. وبرضه ايه نلعب خارج المكان اللي قاعد فيه. هنا جايب لي موضوع كامل على بعض مجمع الاسئله اللي احنا سالناها من كده. Screen time means the time we spend looking at screen like phones, tablets or computers. هنا جايب لي ايه شرح ايه الوقت الشاشه اللي هو الوقت اللي احنا بنقضيه بالنظر قدام الشاشات مثل التليفون والايه والتابلت والكمبيوتر. Many children use screens to watch videos, play games or learn new things. يعني عدد من الأطفال بيستخدموا الشاشات عشان يشاهدوا فيديوهات ويلعبوا ألعاب ويتعلموا أشياء مختلفة. Using screen can be fun and helpful, especially for schools or learning apps.
يعني استخدام الشاشات ممكن يكون من ايه شيء ممتع ومفيد، وخصوصا لو احنا في المدارس ومتعلم مثلا ايه من خلال تطبيقات التعلم. But too much screen time can hurt our eyes and make us tired. بس لو احنا تعرضنا له مزيد من الوقت او تعرض مفرط للشاشات دي طبعا بيأذي عينينا وبيخلينا متعبين على طول. It can also take time away from playing outside or talking with family and friends. ده ممكن برضه ايه ناخد وقت معين نبعد عن الشاشات خالص ونلعب ايه بالخارج ونتكلم مع عائلتنا واصدقائنا. Children should take breaks and not use screen all day. الاطفال ينبغي عليها انها تاخد استراحه وما تستخدمش الشات طول الوقت طول النهار. It is smart to do other things like reading, drawing or helping at home. الواحد من الذكاء ونعمل اكتر من نشاط مختلف مثل القراءه والرسم ومساعده الاخرين في المنزل. In the end, screen time is good when we use it wisely and don't forget to enjoy the world around us. يعني في نهاية الكلام تعرض للشاشة أو وقت الشاشة ممكن يبقى مفيد لو احنا استخدمناه بحكمة، بس ما ينفعش ننسى ان احنا نستمتع بالعالم اللي حوالينا. بعد كده الديالوج بيتكلم عن كريم is advising Islam about playing for long on his phone. كريم بينصح إسلام ان يلعب عن اللعب لمدة طويلة في التليفون بتاعه. اسلام بيقول ايه بقى؟ I spent the whole weekend playing on my phone. قضيت معظم عطلة الاسبوع بلعب على التليفون بتاعي. That's too much. ده طبعا كتير جدا يا اسلام. تمام كده؟ فسأل السؤال مثلا ايه؟ Did you go out؟ هل انت خرجت في العطله ديت في الاجازه بتاعتك ديت؟ فقال له طبعا ايه؟ نو لا. طب لو قال له لا، قال له I stayed inside مثلا بخد بالداخل يبقى هو ما خرجش، يبقى no I didn't. عشان السؤال بقى هنا did تبقى no I didn't. بعد كده you can get sick if you sit too long. ممكن تمرض لو انت قعدت ساكت لفتره طويله. تمام كده؟ what should I do؟ طب اعمل ايه طيب؟ ايه اللي قدامي اعمله؟ what should I do. You should go outside and get fresh air. لازم تخرج بره وتصل لهواء منعش نقي. What do you do after school؟ بتعمل ايه بعد المدرسة؟ مثلا وليكن ايه؟ I play football. طب اشمعنى ليه اخترت I play football؟ ليه الفوتبول بالتحديد يعني؟ عشان هو اللي تحت ايه؟ I play football too. انا برضو بلعب كرة القدم. يبقى اللي فوق ايه؟ بلعب كرة القدم. football. I play football too. What about playing football together tomorrow? Sure. Great. Let's play together tomorrow. بعد كده read and complete. اقرأ وأكمل. Watching movies offers great entertainment, but too much screen time تعبير على بعضه may harm your mental and physical health. Teenagers often scroll through videos for hours without noticing. You should set a daily limit for screen use. Experts also say face-to-face communication builds better social skills. If you use screens in the right amount, they become useful, but you must balance between online fun and offline activities. بعد كده choose اختر person between the age 13 and 19. teenager مراهق. My dad is an expert خبير في الايه؟ في علوم الكمبيوتر وبيعلم الناس. Hanny felt distracted because his little brother kept talking during homework time. كان اخوه عمال يرغي وهو بيعمل الواجب المنزلي بتاعه فهو كان ايه؟ مشتت مش عارف يركز. بعد كده reading is a useful hobby. We should all read. هواية مفيدة جدا. حمزة lost the race although بالرغم he trained hard. هو تدرب بايه؟ جدا او تدرب بشكل ايه؟ جاد. Visit the museum is very interesting. ممكن نقول مثلا we should
عشان الجملة هنا معناها بتعبر عن نصيحة. بعد كده they should saying غلط طبعا عشان should بيجي بعدها مصدر الفعل، تبقى say بس say. because علياء is tired she helped her mom، تبقى while بالرغم ان هي كانت ايه مريضة تعبانة ومرهقة هي برضه ساعدت امها. while اللي عملوا دوت غلط خالص. طيب نكتب تاني while WHILE. even though fast food is delicious on the other hand it is not healthy. on the other hand من ناحية ان تبقى ايه on one hand on one hand. بعد كده they mustn't be quiet during the movie we can't enjoy it أو they must لازم يبقوا هاديين عشان نستمتع بالفيلم. Sarah can use a tablet but I can't. هنا جملة طبعا تناقض can't. هنا بتكلم عن ايه my screen time، طبعا نحول your نحولها ايه لماي. بعد كده rewrite اعد كتابة الأسئلة ديت بحيث نستخدم الكلمات الموجودة ايه بين قوسين ديت في الجملة. طيب هنا بقول لي ايه must، هبدأ بحاجة اسمها you must. you must wear your school uniform زي ما هي كده بالظبط. should you should you should study hard تذاكر بجد. can you can you can go out after doing your homework.